ازيكم فنانين في قناة كتالوج الفن، الكتالوج الخاص بكل فنان. النهاردة هناخد المحاضرة الثامنة في أهم جزء في الكورس، وهو احتراف رسم البورتريه. في المحاضرة اللي فاتت أخدنا طريقة بسيطة، آه، طريقة بدائية شوية بتفهم منها بس النسب، لكن مش كل الوشوش اللي عايز ترسمها هتعرف ترسمها بالطريقة بتاعة المحاضرة اللي فاتت. فعشان كده أنا هبدأ في طريقة لوميس، ويعتبر الموضوع مش مختلف، يعني النسب تقريبا واحدة. اختلاف بس التكنيك اللي هنرسم بيه، مش هنرسم بقى بالشبكة زي المرة اللي فاتت. لا، المرة دي هيكون كأننا قدامنا مجسم واحنا بنبدأ نرسم عليه الوش. تمام. فده باختصار الموضوع، يعني الموضوع ان احنا قدامنا كورة. تمام، زي بالظبط يعني احنا لو شفنا تشريح الجمجمة، هجيبه دلوقتي على الشاشة. الجمجمة عبارة عن كورة. تمام. مسطحة من على اليمين ومن على الشمال ناحية الودنين أو الجنب بتاع الدماغ، من هنا ومن هنا. تمام. ده بالظبط اللي احنا هنعمله في الطريقة دي، وهنبدأ إن احنا بقى نحدد زاوية النظر ونتحكم في كل التفاصيل بتاعة الجمجمة أو الوش يعني. فخلونا نبدأ بالراحة، مش عايز أي يعني ما نشوفش الموضوع صعب خالص. هحاول أوضح خطوة بخطوة. مبدئيا محتاجين دوائر كتير، يعني ورقة كده مليانة دوائر، تمام، عشان هتقعد تطبق كتير وهنمشي خطوة بخطوة مع بعض. أنا دلوقتي اللي قدامي دي إيه؟ دايرة. لا، أنا مش عايزها دايرة، أنا عايزها كورة. تمام. الدايرة دي اللي هو الشكل المسطح اللي قدامنا عادي 2D. لا، أنا عايزها 3D، أنا عايزها كورة. طب هعمل ده إزاي؟ أنا قدامي مركز الدايرة أهو هنا. تمام. هبدأ أرسم الأقطار بتاعة الدايرة أهو كده وكده. كده أنا رسمت إيه؟ القطرين بتوع الدايرة. طيب، هي كده بقت كورة؟ لا، ما بقتش كورة، أنا عايز بس يبان الشكل إن هي كورة. طيب، هعمل كده وهعمل كده. طيب، إيه بقى الشكل اللي بقى قدامنا ده؟ أنا لو خدت الشكل ده كده، ده كده عامل زي إيه؟ زي الطبق. تمام. بعيدا عن الجزء ده، هنخبي الجزء ده كده. ده بقى إيه؟ طبق أو نص كورة. وزيه برضو نفس الشكل ده أهو، مع اللي فوق ده كده، بقى كأنه طبقين كده على بعض. تمام، بقى الشكل عامل كده. بس فدي كده بقت قدامي كورة. تمام. ايه اللي انا بعمله بعد كده بقى؟ خلاص، انا قدامي الكورة اهي. طيب، اي كرة لو انا عايز ارسم عليها محاور، زي مثلا كوكب الارض، لما بتلاقي كده حواليه ايه؟ محاور كده. تمام. كده. الدنيا وضحت شوية كده ان ده قدامنا احنا بنتعامل مع كورة مش دايرة. تمام. طيب، ايه بقى اللي انا عملته ده؟ يعني ايه لازمة المحاور دي بقى دلوقتي؟ ايه لازمة الخطوط دي؟ تمام. هنعرف دلوقتي. ننقل على الخطوة اللي بعدها. يبقى تاني حاجة، أنا الجمجمة عندي ما بتبقاش كورة كده. تمام، ولا بتبقى مسطحة كده من الجنبين. فأنا مضطر إن أنا أقطع حتة من الكورة دي. تمام، هعمل كده. هو هنا سكينة أهو، أنا كده بقطع الحتة دي أهي. الحتة اللي اتقطعت أهي كده. تمام، أنا كده قطعت حتة من الكورة دي. تمام. دي الحتة اللي أنا قطعتها. كده أنا خليت الجنب ده كده من الكورة أهي، بقت كورة. تمام. بقت الكورة أهي. وفي حتة هنا منها مقطوعة، اللي هو الجزء ده كده. تمام، انا ده بس اساس الموضوع كده، مش لسه واحده واحده بديكوا الاساس واحده واحده. ادي الكوره اهي، احنا شلنا منها حته عشان الجنب ده يبقى مسطح. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ نفس الدايره برضو اللي عندنا اهي. تمام. هرسم المراكز او الاقطار بتاعتها.
تمام. آه عايز انا بقى يبص كده او كده ايا كان، اخليه يبص كده ماشي اهو. هنا بقى لازمة المحور اللي احنا رسمناه، انا هنا قلت لكم نعمل المحور ده ليه، هنا بقى هقول لكم نعمل المحور ده ليه اهو. هنا بالمحور ده انا بحدد زاوية النظر بتاعتي. انا لو عايزه يبص هنا كده هعمل كده، تمام، وكده، وهتبقى دي اهي زاوية النظر بتاعتي. تمام. طب لا انا عايزه يبص هنا، خلاص انا عملت اهو المحور اللي هو الجزء ده اللي احنا بنعمله هنا ده، ممكن اعمله كده، ممكن اعمله كده، ممكن اعمله كده. يعني ممكن ادي دي زاوية نظر اهي. خلونا نشرح هنا اهي. اهو ادي انا هنا مثلا عندي دي كده زاوية النظر بتاعتي هنا اهي كده. ممكن اعملها هنا، ممكن اخليها من تحت كده ان هو يكون باصص هنا لتحت كده، وهكذا. فالمحاور اللي انا برسمها من بره دي على حسب زاوية النظر اللي انا عايزها ببدأ ارسم المحور. فانا هنا اهو عايزه يبص كده اهو هنا كده. تمام. طيب فمعنى ان هو باصص كده يبقى يعني باصص هناك كده، هتبقى ودنه من الناحية دي او جنب راسه من الناحية دي. تمام. فهعمل الدايرة بتاعتي، الحتة اللي انا هقطعها هنا. تمام. دي كده الحتة اللي انا هقطعها. وعندي بقية الدايرة اهي. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انا هو ماشي معاكم خطوة بخطوة. احنا دلوقتي رسمنا دايرة، خلينا الدايرة كورة كده عشان نعرف نرسم المحاور عليها، وده ونبدأ ان احنا نحولها كده لمجسم نعرف نرسم عليه اللي احنا عايزينه. طيب بعد ما بقت قدامي كورة، بعد ما بقت قدامي كورة خلاص انا قطعت منها حتة، اللي هو الناحية المسطحة اللي هتبقى من هنا او من الناحية التانية. بس انا طبعا وانا برسم انا ببقى شايف جنب واحد بس. تمام. طيب خلاص انا قطعت الحتة اهي. تمام. خلاص انا كده مفروض قطعت الحتة دي، انا هشوف هو هيبص كده ولا كده. هنا هو باصص هنا، هو مثلا هنا هو باصص هنا. تمام. وعلى حسب الناحية اللي باصص فيها هبدأ اعمل الدايرة الناحية التانية. يعني هو باصص هناك فخلاص ده الجنب بتاع راسه. كده مفيش اي حاجة صعبة. تمام. ايه الخطوة الجاية بعد ما عملت الكلام الجميل ده كله؟ هكرر نفس الخطوات. عشان كده محتاجين دوائر كتير، وهتبدأ انك تمشي خطوة خطوة معايا. اهو هعمل الاقطار بتاعة الدايرة. طبعا بتقيس يعني بالمسطرة، دي مثلا 9 فعند ال4.5 اهي، والعكس. تمام. بس انا عشان هنا قدامي انا شايفها اهو المركز بتاعها. تمام. اهو كده. تمام. انا هخليها اهو باصص هنا اهو كده. تمام. دي كده اهي زاوية النظر بتاعتي. طيب والناحية دي هعمل الدايرة بتاعتي. تمام، بإيدك أو بالبرجل، سنان أهو. هعملها كده، بس هي عشان ما بتبقاش دايرة بالظبط فبعملها بإيدي أحسن. يعني هي ما بتبقاش دايرة، بتبقى شكل بيضاوي سنة كده. تمام كده أهي. تمام. ايه اللي هعمله بعد كده؟ اهو انا كده كل الخطوات اللي احنا عملناها انا طبقتها. انا كده ماشي لحد هنا اهو. طب ايه الخطوة الجديدة اللي انا هعملها؟ هبدأ ارسم فين زاوية النظر هي اللي احنا عملناها. هطلع منها خط كده على الوزة بتاع ده، هعمل منها خط كده اهو. تمام. وادي اهو باقي القطر بتاع الدايرة. هعمل القطر التاني بتاعها كده. في مشكلة لحد دلوقتي؟ مفيش. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ شايفين بقى الخط اللي احنا عملناه ده؟ هنعمل واحد زي فوق هنا يكون موازي ليه، وهشوف المسافة دي قد ايه. والله المسافة دي اهي 3 سنتي. تمام. هعمل زيها هنا اهو 3، وهعمل زيها تحت 3. تمام كده.
كده احنا بقى عندنا واحد اتنين تلات أجزاء، زي ما كنا بنعمل في المحاضرة اللي فاتت برضو كنا بنقسم الوش كده اللي قدامنا لتلات أجزاء متساوية. وبرضو نفس الكلام هنا، الجزء الأول ده بيكون فيه العين، تمام، الحواجب. الجزء التاني بيكون فيه المناخير، والجزء التالت بيكون فيه البق والدقن، تمام. فنفس الكلام بس باختلاف التكنيك اللي هنرسم بيه. لحد هنا مفيش أي مشكلة. طيب آخر خطوة بقى عندي هرسمها في الدايرة دي، بعد كده هدي بقى مثال كامل كده نفهم منه الطريقة. فاحنا كده عندنا ادي خطوة، ادي اتنين، ادي تلاتة. هنا رسمنا دايرة عملناها كورة، هنا قطعنا منها حتة، هنا حددنا زاوية النظر، هنا حددت النسب بتاعة الوش حددت التلات أجزاء اللي هنرسم فيهم الملامح. آخر جزء بقى هنا هعمل فيه ايه هوريكم، تعالوا نشوف كده. الفيديو قطع بعد ما خلصتها، فخلينا كده نعيد خطواتنا تاني. دلوقتي احنا هو عملنا الدايرة بتاعتنا، وهنشيل الحتة دي كده اهي، تمام. ده الجزء اللي احنا كده ايه بنقطعه زي الخطوة رقم اتنين. احنا بنكرر الخطوات بتاعتنا، ادي دي الخطوة رقم واحد، دي رقم اتنين، تمام. رقم تلاتة احنا هنحدد زاوية النظر بتاعتنا، وهنرسم برضو ايه الأقطار بتاعتنا كده ونظبط الدنيا، تمام. احنا قلنا ان احنا عايزينه يبص كده هنا، فانا كده زاوية النظر هتبقى عندي هنا، تمام. ومن زاوية النظر دي جاي اعمل خط كده، وعلى الخط ده بقى هنزل بخط عمودي عليه كده، واللي هنطلع منه ايه الفك بعد كده. بس خلينا ماشيين كده، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة. ايه بقى الخطوة الخامسة اللي هنعملها هنا؟ ان احنا خلاص احنا كده لثواني ناقص هنا ان احنا نحدد نسب الوش في الخطوة رقم أربعة اهو كده. دي هي 2 سنتي ونص، هعمل زيهم هنا 2 ونص، هنا 2 ونص. آخر حاجة هنا هعملها إن أنا من برضو العلامة الزائد بتاعة زاوية النظر دي هنزل هنا بخط، تمام. برضو هيبقى عمودي على الخطوط اللي أنا بعملها دي لحد هنا كده. ده هيبقى ايه، دي كده هتبقى الدقن بتاعتنا، يعني الدقن هتبقى هنا كده، تمام. واحنا بقى بنرسم الاوتلاين دلوقتي في اخر خطوة هيبان ده. كده احنا المفروض ان احنا عملنا واحد اتنين تلاتة اربعة، دي كده خامس خطوة، تمام. طيب برسم بقى ملامحي فين وبرسم دنيتي فين؟ والله انا عندي في المربع ده بنرسم الودن، تمام. يبقى الودن هنا كده في المربع ده، ده وده وده ما بنرسمش فيهم حاجة، تمام. عندي على الخط الاولاني ده هنا الحواجب، تمام، والعين. وباقي الجزء ده بنرسم فيه المناخير، تمام. بس هنا البق برضه اهو. كده احنا دي الملامح بتاعتنا هنا، تمام. ودي الدماغ، هنا بقى بنرسم الشعر، تمام، ايا كان بقى راجل ست. بننزل بقى من هنا، يعني ده كده اهو الدماغ بتاعتنا. بننزل عند العين بنرسم بقى التفاصيل اللي بره، يعني بندخل سنة كده اللي هو الناحية اللي بتكون في جنب الدماغ هنا، تمام. الكراسي بتاعة الوش، نيجي بعد كده هنا ننزل ندخل جوه كمان عشان الفك، تمام، لحد ما هنوصل لإيه الدقن اهي، تمام. ومن الخط ده احنا قلنا بننزل بالفك، تمام. ودنه اهي هنا، وادي راسه، ننزل لحد هنا كده، وهننزل بايه الرقبة. نفس الخطوات، انا حتى هنا اهي كنت مكمل من نفس الحتة كنت خلصتها،
بس الفيديو باظ. آه بس كده. تمام. فدي باختصار كده الخمس خطوات بتوعنا. ممكن نبعد بس الملامح عن بعض شوية احنا مطبقينها، او هو كده تمام عادي يعني. كده كده الرسم ده كروكي، يعني مش ده الشكل اللي هيطلع قدامك وكده. تمام. بس خلينا متفقين ان انت كل محاضرة هيطلع، يعني هتكمل حاجة كانت ناقصاك. تمام. والله انت المحاضرة اللي فاتت كان ناقصك حاجة، هتكمل المحاضرة دي. المحاضرة دي لسه ناقصك حاجة، هتكمل في المحاضرة الجاية. وهكذا هتلاقي نفسك يعني كل محاضرة بتجمع، هتستفيد ولو حاجة لحد ما توصل في الآخر خالص. هتلاقي نفسك معاك محصلة كويسة، ومع التدريب كمان باستمرار، يعني ايدك تبقى شغال على طول. هتلاقي نفسك بتتطور واحدة واحدة. تمام. فخطواتنا كده ادي 1 2 3 4 5. قلنا هنا الدايرة اهي خلاص عملناها كورة، بنشيل منها حتة. بعد كده بنحدد زاوية النظر بتاعتنا، وبنحدد نسب الوش. تمام. وادي ده الخط كده اللي بنعمل منه الدقن. بيبقى من يعني علامة الزائد دي بنطلع منها بخطين. الخط اللي هنا ده، وبعمل عليه خط عمودي كده عشان ده اللي هطلع منه بالفك. والخط ده بتاع الدقن. تمام، اللي هو ده كده. ده هو الخط بتاع زاوية النظر. تمام. اهو. هعمل عليه خط عمودي، يبقى ده كده أول خط عمودي عندي عشان هطلع منه بالفك. تمام. وادي تاني خط عمودي برضو منها على الخطوط دي اللي انا عاملها دي. وده اللي هيكون عليه الدقن هنا كده، عشان وانا بنزل بتفاصيل وش هنزل لحد هنا بالدقن. تمام. بس الموضوع بسيط. المحاضرة الجاية طبعا هناخد بقى أوضاع أكتر بكتير. وطبعا أنا دلوقتي عايز أخلي واحد باصص يعني بالوش مش بزاوية، بس بنفس الطريقة دي. والله عايز أخليه باصص فوق تحت يمين شمال، يعني كل الأوضاع دي هناخدها في المحاضرة الجاية. المرة دي بس هتاخد الأساس وهتبدأ تطبق. تمام. عشان تفهم النظرية، تفهم التكنيك، تفهم احنا هنا بنقسم النسب ازاي، احنا هنا بنعمل ايه أصلا. يعني كأولنا كده هو 5 خطوات. ده كده بس الأساس بتاعنا. تمام. هجيب لكم بقى دلوقتي برضو صورة، زي ما عملت في آخر المحاضرة اللي فاتت كده. هجيب صورة وهبدأ إن أنا يعني صورة حقيقية مثلا بتاعت بني آدم، وهبدأ إن أنا أطبق عليها الكلام اللي إحنا عملناه ده. تمام. عشان تشوف أنت لما هتمسك صورة هتعمل فيها إيه. طيب أنا دلوقتي أهو قدامي بني آدم، قدامي وش أهو حقيقي، أنا عايز أطبق عليه الخطوات اللي عملتها عشان أعرف أنقله على الورقة. هنا الموضوع عكسي، يعني أنا على الورقة كنت باحط الخطوات بتاعتي وباعمل وِش، خلاص هي زي يعني بالنسب اللي قدّامي دي. إنّما أنا دلوقتي مُلزم بوِش قدّامي، إيه الخطوات اللي أنا هاعملها على الوِش ده؟ هي الخطوات. أول حاجة أنا هاعملها، هاعمل دايرة. تمام. هو برضه ده الapplication اللي باستخدمه. تمام. أو أي application بيعدّل صور مش هتفرق يعني، بس أنا باوريكم الحاجة اللي أنا باستخدمها بس مش أكتر. تمام. الدايرة دي أبعادها إيه؟ الشعر هنا، الودان هنا، العين هنا، أو حرف الوِش هنا. دي كده أبعاد الدايرة اللي باعملها. تمام. طيب باعمل بعد كده شكل بيضاوي. أوله بيكون فين؟ عند الشعر. آخره بيكون فين؟ عند المناخير. فهاجي أصغره كده. تمام. ده كده الخط اللي بعمله. سميه. دي كده اهي الدايرة أو الشكل البيضاوي اللي بعمله. تمام. طيب دي كده الخطوتين اللي بعمله، عشان كده هنا بقول أنا بس ملزم بشكل قدامي. يعني أنا مثلا في المحاضرة وأنا بشرح ما كنتش بقول إن الدايرة تبقى أولها عند خط الشعر. ليه؟ أنا ما قداميش خط شعر أصلا في الورق، لكن أنا دلوقتي قدام صورة أهي. تمام. ايه اللي بعمله بعد كده؟ بجيب بقى الخط بتاعي كده او القلم. تمام. ونغير اللون. ماشي. طيب ليه بعمل الدايرة هنا اولها كده خط الشعر؟ عشان هعمل كده، ده اول خط انا هعمله. تمام. تاني خط انا هعمله هيكون عند الحواجب، وبيكون مايل كده. ليه؟ لان هو الراس مش مسطحة، مش هينفع اعمل خط مستقيم كده. تمام. الراس مش مسطحة قدامي، الراس ادي الجنب بتاع الراس وادي باقي الراس وهكذا. واخر خط بيكون عند المناخير. تمام. ادي التلات خطوط اللي انا بعملهم.
وكنت باجي بقى هنا بعمل الخط بتاع زاوية الرؤية اهو كده. لما كنا بنيجي بقى نعمل هنا ايه كده، مثلا علامة الزائد دي، كنا بنقول ان علامة الزائد دي هي زاوية الرؤية كده اهي، ان هو باصص كده. تمام، او لو باصص كده يعني. وكنا من علامة الزائد دي بننزل بخط مستقيم. كنا بننزل بخط كده عمودي، وبنقول ان ده بتاع الدقن، او ده اللي بنرسم عليه كده الدقن اهو. وكنا برضو هنا بننزل بخط عمودي، تمام كده. وكنا بنقول ان ده اللي بنطلع منه بالخط بتاع الفك لحد الدقن كده اهو. تمام، وفعلا اهو الودن احنا كنا بنرسمها في الربع الرابع ده كده، او في الجزء ده. ده الكلام اللي احنا قلناه ايه في المحاضرة. في مشكلة لحد هنا؟ مفيش اي مشكلة. فادي كده ده بقى شكل الراس بتاعتي، او بقى شكل رسم. انا عندي هنا اهو، ده كده الوش ماشي. هنا في الشعر، وادي الراس نازلين اهو بالفك، وادي الرقبة. هنا اهو الوش كده، الحتة بتاعت العين، الكرسي بتاع الوش، وادي الخد لحد الدقن هنا. ده كده شكل الراس بتاعتي. تمام، ده كأن دي الجمجمة اللي هرسمها في الورقة عشان ارسم الملامح عليها. والملامح بقى زي ما حددنا اماكنها. طبعا انت الكلام ده هتعمله في الورقة، يعني الدايرة الحمراء اللي عملناها هتعملها في الورقة، الشكل البيضاوي اللي هنا، الخطوط دي، وهكذا. تمام. بس تبدأ بقى ترسم الودن في مكانها، والله هتبدأ ترسم الحواجب في مكانها على الخط ده. تحتها في العين هتبدأ ترسمها. طبعا مش ملزم دلوقتي ترسم ملامح، يعني احنا لسه الملامح دي قدام شوية. بس بتاخد النسب، وبتاخد شكل الوش وشكل الجمجمة، وبتبدأ انك آه، تحاول يعني تطلع رسمة، تحاول تطلع شكل تطلع جملة مفيدة عموما دلوقتي. واحدة واحدة، زي ما قلت كل محاضرة بيتضاف عندك حاجة كانت ناقصة، واحدة واحدة لحد ما تخلص المحاضرات كلها هيكون عندك الموضوع كامل. في حاجة هنا بس زيادة، شايفين علامة الزائد دي؟ دي كده اهي، اللي هو الخط بتاع الحواجب ده كده، اللي هو اللي طالعين منه من زاوية النظر دي. الخط ده كده، والخط ده كده، في هنا علامة زائد. علامة الزائد دي بطلع منها بخط كده من هنا، نزل على تحت، اللي هو عند حرف الشفايف هنا كده، من أول الزائد دي لحد تحت كده. ده كده الفك بتاعي. تمام، ده كده الفك. هتفرق قدام شوية في ايه؟ في التظليل. هتفرق مثلا في ملامح الوش، في شكل الوش، تبقى عارف انت. بص، اعرف الوش ده ماشي ازاي، الوش اللي قدامك ده. تمام، ليه انت من هنا اهو طالع بالشعر. تمام، ونازل بالوش. انت بتحاول على قد ما تقدر توضح الدنيا، عشان لما تيجي تنقل الكلام ده على الورقة يبقى الموضوع أبسط. تمام، فده باختصار اللي بنعمله لما يكون قدامي كده صورة. باختصار كده احنا عملنا ايه بقى؟ ده انت اول حاجة عملتها اهو، عملت الدايرة. تمام، دايرة كبيرة كده. عملت جواها الدايرة الصغيرة، في الخط هنا بتاع الشعر، الخط بتاع الحواجب، بتاع المناخير، وده بتاع زاوية النظر بتنزل منه بخط مستقيم بتاع الدقن. تمام، وهنا برضو خط عمودي كده بتنزل منه بالفك. هنا عندنا الودن، هنا عندنا الحواجب والعينين، مناخير، شفايف. الموضوع مفيهوش حاجة صعبة خالص. تبدأ بقى تحط الأوتلاين بتاعك، التفاصيل. ده كده شكل الراس. تمام، فده اللي انت بتعمله على التليفون او على التابلت او ايا كان. ده اللي انت بتعمله على الصورة، وبتبدأ انك تعمل زيه في الورقة، زي ما كنا بنعمل في الشبكة. انت في الشبكة كنت بتعمل ايه؟ بتيجي في الصورة بتعمل شبكة، تيجي في الورقة تعمل شبكة، وتنقل. تبدأ في كل جزء تنقل التفاصيل اللي فيه. نفس الشيء هنا. تمام، فبرضه هتاخدوا الصورة دي وتطبقوا عليها الكلام اللي أنا قلته، تبعتوها على جروب التليجرام وأنا هتابع معاكم. بس كده، دي كانت محاضرة النهاردة، المحاضرة التامنة، وأشوفكم على خير المحاضرات الجاية.